الحصان الأبيض. شايف بعيني بكرة أنا وبعده، عارف إن همي ده في فرق بعده، ولا عندي وقت لدموعي أو يأسي، ولا عندي وقت أزعل على نفسي. أنا عمري كله كم على بعضه، فارس على ظهر الحصان الأبيض. شايف بعيني بكرة أنا وبعده، عارف إن همي ده في فرق بعده، ولا عندي وقت لدموعي أو يأسي، ولا عندي وقت أزعل على نفسي. أنا عمري كله كم على بعض، وأنا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاية، مهما غابت عني جاية، قلبي متمسك عليك. عندي عزيمة وعمري بقبل بالهزيمة، في وسط لحظاتي الأليمة ببتسم بإيمان أكيد. وانا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاية، مهما غابت عني جاية، قلبي متمسك عليك. عندي عزيمة وعمري بقبل بالهزيمة، وسط لحظاتي الأليمة ببتسم بإيمان أكيد. ولو الحياة في كل يوم تخلق مصاعب جديدة، قادر أكون في كل يوم إنسان جديد. نادى المنادي عالصلاة، لبيت ورفعت ايدي للسما ودعيت يا رب ترزقني الثبات في الأمر، وتهدي قلبي لو في يوم ضليت. أنا اتكلت عليك ونعم الوكيل، يا رب ردني ليك برد جميل. مكتوب عليا يكون طريقي طويل، وانت المداوي لكل قلب عليك. وانا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاية، مهما غابت عني جاية، قلبي متمسك عليك. عندي عزيمة عمري بقبل بالهزيمة، في وسط لحظاتي الأليمة ببتسم بإيمان أكيد. وأنا مش بعيد عن فرحة العمر، مهما غابت قلبي متمسك عليك. عندي عزيمة وعمري بقبل بالهزيمة، في وسط لحظاتي الأليمة ببتسم بإيمان أكيد. ولو الحياة في كل يوم تخلق مصاعب جديدة، قادر أكون في كل يوم إنسان جديد. والسلام على أشرف المرسلين، كل عام وأنتم بخير. نحن الآن في دولة تنزانيا، وسنقوم الآن في هذا اليوم المبارك السبت 12 من مارس 2022 بدء مشروع حامل صديقة الجارية عن الدكتور كريم المصري. يا جماعة احنا مستمرين في البحث العلمي، ونتمنى ان كل الناس تمد ايديها وتشارك عشان ننهي معاناة المريض. وفي نهاية كلامي بعد العلم ده كله عايز اقول لكم ان فوق كل ذي علم عليم، والعالم الوحيد هو ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى نكون فدناكم، وعايزين نقول لكل مرضى الامراض المناعية لسه في امل، وكل الامراض لسه فيها امل، بس ندور على السبب ونعالجه. نترككم في حفظ الله. السلام عليكم.